فراخك عندها سخونية، السخونية هتأثر عليهم في ايه؟ اول حاجة هيتكسحوا منك، مثلا واحدة هتلاقي تاني يوم واحدة او في نفس اليوم كمان واحدة، فكأنها دي سخونية. ليه السخونية معدية؟ ممكن السخونية دي تعديهم. السخونية دي هتعمل لهم اسهال، السخونية ديت هتخليهم يعرجوا وما يقدروش يمشوا على رجليهم تاني، يجيلهم لهم التهاب في المفاصل. الفرق هيعمل ايه تاني؟ السخونية دي هتأثر على عنقود البيض. الفرخة ممكن تبيض بيضة برشت، او بيضة تحجز فيها كأنها مسلوقة كده وتحشر فيها. الفرخة تاكل وتشرب وتخس منك، تستغربي ان هي في ايه اللي حصل لها. طبعا هتستغربي ان هي ايه اللي حصل لها، هتلاقي من السخونية. وممكن ما تحسيش بيها ومتعرفيش ان هي دي سخونية الا لما تمسكي رجليها، هتمسكي جسمها هتلاقي السخونية. يعني قدامك الفرخة عينيها سليمة، العرف بتاعها سليم، جسمها سليم، بس بعد كده هتلاقي ان هي ايه، تخس منك، عندها اسهال، تعرج منك جامد. ممكن كمان عنقود البيض ينشف منك، وتلاقي البيض زي ما قلنا يتحجز فيها ويتعمل كأنه مسلوق كده. تستغربي، لا دي ممكن تكون عندها سخونية ومثلا وخفت، بس البيض السخونية أثرت على العنقود البيض. وممكن كمان تجيب البيضة، طبعا القشرة بتاعتها تبقى عاملة كده. ليه بقى؟ ده من السخونية، يعني ما فيش تأثير اتأثرت على البيضة. ما دي بقى أول حاجة، البيضة تلاقيها عملت كده وفي الآخر ما تبيضش بيض خالص، والبيض